السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحشتوني جدًا، جدًا أحبائي وأعزائي الغاليين أوي على قلبي، متابعين قناة يوتيوب تيم، أهلًا بيكم معانا في فيديو جديد النهارده. تعالوا نتكلم النهارده ونسمع بودننا صوت عمرو أديب وهو بيقارن ما بين النادي الأهلي والنادي الزمالك، وروح الفانيلا البيضا وروح الفانيلا الحمرا، وانتقاده للزمالك وإن هو فعلًا الزمالك ما بيفرحوش، ولكن النادي الأهلي دايمًا بيفرح فريقه. تعالوا نشوف الحرب الداخلية اللي جواه لو لم أكن زملكاويًا لو بدأت أن أكون أهلاويًا، هنضحك مع بعض كتير النهارده بس أمان عليك. قبل ما تسمع الفيديو كده ناخد حسنات نصلي بينا على النبي ونوحد الله في التعليقات، وكمان تعمل لايك وتشترك في القناة لو أول مرة تشوفها. نسمع مع بعض عمرو أديب ورأيه في الأهلي ورأيه في الزمالك ورأيه في المدربين هنا يعني بيعمل مقارنة ما بين الفريقين في كل حاجة، وهنضحك مع بعض شوية. استنوني. كل روح رياضية وبكل محبة بتقدم بالمباركة والسعادة للنادي الأهلي. النهاردة النادي الأهلي أدهشنا جميعا، وخاصة جمهور النادي الأهلي. جمهور النادي الأهلي نفسه اندهش، وحاجة غير طبيعية. النادي الأهلي النهاردة كان في برج سعده، يعني طبعا في مجهود وتعب واداء وتركيز وجديه شديده. قال لك احنا يعني ما اديناش الاهلي حجمه من الاهتمام، يعني برضو كان لازم نهتم باكتر من كده. لكن قبل ما اتكلم على اداء الاهلي وقبل ما اتكلم عن اي حاجه، لازم اتكلم على موضوعين يعني بنبص لهم بشكل انشائي. نمرة واحد، روح الفانيلا الحمراء. في زي ما بقول لحضراتكم دايما كده تعبيرات إنشائية مجازية تنحت في يعني دولاب بطولات النادي الأهلي، ولكن النهاردة عايز تعرف روح الفانيلا الحمراء، اتفرج على ماتش النهاردة. جمهور النادي الأهلي شاطر جدا في نحت العبارات التاريخية. يعني مثلا هم اللي طلعوا ايه؟ روح الفانيلا الحمراء. فتحس كده ان انت طول الوقت قدام الكيان بتاع روح الفانيلا الحمراء. خلاص هم شكلهم كده روح الفانيلا الحمراء. بعد كده نحتوا لنا حاجه اسمها القضيه ممكن. هو القضيه هو كده، الاهلي بيعمل كده، هي القضيه ممكن. عندك مانع؟ لا مفيش القضيه. طب ما احنا جبنا جونش لا لا لا، هي القضيه ممكن بتاعت قفشه. خلاص هو الاهلي كده القضيه ممكن. نحتوا لنا حته حلوه ملفوفه لفه هديه. قال لك ايه يا باشا؟ قلت له نعم يا فندم، اي خدمه. الاهلي بمن حضر. ايه الاهلي بمن حضر؟ خلاص مش عايزين بقى دوشه، خلاص نحتنا لكم الاهلي بمن حضر. فيبقى الاهلي دايما عنده الشعارات التاريخيه. في لعيبه النهارده في الاهلي انا ما اعرفهاش، والله ما اعرف اساميهم، يعني ما يعني ناس ما، انما من غير على القوه الضاربه في الاهلي. فالاهلي بمن حضر يا ساده. نحن نشهد المد الكروي المصري. اوعى رجلك، اوعى وشك، انت الان تشهد المد الكروي المصري. الغضب المصري آت. الاهلي والمنتخب حاجه تشرف وحاجه عظيمه. عندك لعيبه من العيار الثقيل، والاهم الروح، الحضن، البوس، بلوبيف، الحاجات بقى، الكلام الحلو بتاعنا. ونستنى شريف الحريف اللي بياكل بلوبيف والحاجات دي كلها اللي بعد كده ان شاء الله في هذه البطوله. ولكن فعلا روح الفانيلا الحمراء، القضيه ممكن، الاهلي بمن حضر، كل الاشياء العظيمه اللي موجوده في دولاب البطولات بتاعه النادي الاهلي. وتلاقي كده ناس قيمه من المحترمين زي كابتن نبيل الحلفاوي، روح كاتب لك كده تراك، تلقى التايم لاين كله احمراوي والاهلي بمن حضر. وناس كلها تبعت لي مسجات، اغلبهم طبعا بيبقوا اهلاويه، لانه اغلب الممثلين اهلاويه بالمناسبه.
ليه ما اعرفش، انما اغلب الممثلين اهلاويه. المهم اغلبهم بعتين لي مسجات: يا عمرو نعم الاهلي بمن حضر. حضر فين يعني؟ ما احنا عادي، هنعمل ايه غير كده؟ انه الاهلي بمن حضر والدقيقه 90 وروح الفانيلا الحمراء والقضيه ممكن. خلينا كلنا نتشائم، يعني كلنا نشعر بالتشاؤم في بدايه الموسم، انه الرباعيه يا اهلي والخماسيه يا اهلي والسداسيه يا اهلي، كل الحاجات دي تحسسك ان احتمال كبير الاهلي السنه دي مع نهضه الزمالك لا يحقق نفس الاشياء. بس انا حزين، بس انا برضه حزين، انما هنعمل ايه؟ ادي الله وادي حكمته، انه في بدايه الموسم كده ايه الكعبله، يتكعبل الاهلي. وهو انتوا عارفين الاهلي فيه ميزه عظيمه، الاهلي لما يطير بيطير، ولما بيتكعبل يفضل يتكعبل يتكعبل، ما تفهمش ايه الحكايه. مفيش اي حاجه تاني، يعني مفيش مثلا لا انتوا كسبتوا اتفضل حضرتك، لا ما لا مفيش. نادي ما بيعملش حاجه غير العد، واحنا ما بنعملش حاجه غير الحسد. او 3 أو 4 أو 5 كفايه يا اخي، ما عندكش اخوات بنات حاجات كده. طيب مش قادر اطلع فاصل. ما عندكمش مذيع غيري؟ يعني انا حظي ان انا اللي ابقى موجود وقت ما الماتش يخلص، وانا ابقى موجود لما الماتش يبتدي، وانا ابقى موجود لما يخلصوا، وانا يعني ما عندكمش مذيعين في البلد دي غيري. شوفوا حد تاني، لانه قلبي انا مركب دعامه، قلبي ما يستحملش الكلام ده كله. انما هتبقى اقول لكم حاجه بصراحه، خلاص انا يعني عارف تزعل مره بعد كده ما تبقاش زي كل مره. خلاص زيزو تعبان وزهقان، بقيه اللعيبه عاديه واقل من عاديه. ليه؟ لان انت اللعيبه عندك غير العاديه، بعتها ومشيتها، ولا انضاي باي باي نزل. كل ده لا يساوي شيء، كل هذا الزحام لا احد. دي فرقه تعلم انها تلعب في نادي كله مشاكل، وبقى خناقات جوه وعقود بتتسرب ومش عارف ايه، اصله مين بيعمل ايه ومين بيسهر فين، ورئيس نادي مش عارف عامل ايه. خلاص هي فرطت من الزمالك ومفيش زمالك. لو انت مثلا من مثلا ناس بتشجع ريال مدريد، او ناس بتشجع برشلونه، الناس اللي بتشجع مانشستر يونايتد، الناس بتشجع تشيلسي، هو كاس بيلف، يعني ايه؟ تتذوق مرارته شويه وهم يتذوقوا مرارته شويه. ميسي يتضايق حبه، رونالدو يبقى بعافيه، صلاح يبقى متضايق كده يعني. انما المرار ما يشربوش غير الزملكاويه، ده حرام وده مش عدل ابدا. يعني يجب ان يكون هناك يعني بعض انك تبل ريقك، يعني بس حاجه كده تحسسك ان انت على حق لبعض الوقت، او جزء من الوقت، او ربع من الوقت. انما على طول ضرب ضرب ضرب، مفيش اي حاجه تاني. يعني مفيش مثلا لا انتوا كسبتوا اتفضل حضرتك، لا ما لا مفيش. وطبعا زي ما بقول لحضراتكم المنطق في الموضوع ايه؟ اوعى تتكلم. النهارده بقى يطلعوا يقولوا لك الثالثه يا اهلي والرابعه يا اهلي والخامسه، تحس ان احنا في مدرسه ابتدائي. نادي ما بيعملش حاجه غير العد، واحنا ما بنعملش حاجه غير الحسد. او 3 أو 4 أو 5 كفايه يا اخي، ما عندكش اخوات بنات حاجات كده. طيب مش قادر اطلع فاصل. ما عندكمش مذيع غيري؟ يعني انا حظي ان انا اللي ابقى موجود وقت ما الماتش يخلص، وانا ابقى موجود لما الماتش يبتدي، وانا ابقى موجود لما يخلصوا، وانا يعني ما عندكمش مذيعين في البلد دي غيري. شوفوا حد تاني، لانه قلبي انا مركب دعامه، قلبي ما يستحملش الكلام ده كله. انما هتبقى اقول لكم حاجه بصراحه، خلاص انا يعني عارف تزعل مره بعد كده ما تبقاش زي كل مره. خلاص زيزو تعبان وزهقان، بقيه اللعيبه عاديه واقل من عاديه. ليه؟ لان انت اللعيبه عندك غير العاديه، بعتها ومشيتها، ولا انضاي باي باي نزل. كل ده
لا يساوي شيء. كل هذا الزحام لا أحد. دي فرقة تعلم أنها تلعب في نادي كله مشاكل، وبقى خناقات جوه وعقود بتتسرب ومش عارف ايه، اصل مين بيعمل ايه ومين بيسهر فين ورئيس نادي مش عارف عامل ايه. خلاص هي فرطت من الزمالك ومفيش زمالك. كل اللعيبه اللي فيها كمان نفسيا حالتهم صعبه جدا. هو مش عارف انا بعمل ايه، مش فاهم فيه ايه. ازاي الكرة عندنا مستواها بقى عامل كده؟ ازاي الكرة عندنا الاداء اللي شفناه امبارح والاداء اللي شفناه النهارده؟ سيبك من الاهلي يا عم، اهو الاهلي عنده حاجة يتكلم فيها، انما احنا نتكلم في ايه؟ ده احنا كنا من غير مجلس ادارة وخدنا دوري وكاس. دلوقتي انت خلاص يعني لا وجود لك. حالة من حالات الاستسلام، وانت لا عارف لا تضغط من قدام ولا تضغط من ورا. ده الشباب بتهاجم كان وراك بقى قدامك، كان وراك بقى قدامك سبقك، انت مش قادر توصل له. هل ده ممكن؟ هل ده يرضي حد؟ طب احنا وصلنا للمستوى ده ليه؟ احنا عاملين كده ليه؟ طبعا هيبقى في مليون شماعة، اصل اتحاد الكورة، اصل الاهلي، اصل السحر، اصل الشعوذة، اصل اللعيبة، اصل في مؤامرة، اصل واصل. لا، اصل الحكاية فعلا ان الفريق سيء جدا، وباين السوق بتاعه بقاله مدة طويلة جدا سيء ثم سيء ثم سيء. هذا الرجل عنده احساس انه ادينا بنشتغل وخلاص، ويعني بيقبض بالدولار وحياته لطيفة وجميلة وقال لك الارهاق يجيب لك مين تلعب. انت مش عارف تنقل كوره، مفيش حلول، مفيش خطه، مفيش اي حاجه. واللعيبه جون يروح واخد الكوره ورايح ويقعد يلعب، جون تاني يروح واخد الكوره ويلعب وينقل كده، مش عارف ايه، الماتش خلص باي باي مع السلامه. الجمهور قاعد بيشجع من اول ماتش لاخره. طب يا جماعه اللي بيجرى ده في الملعب ما لكمش علاقه بيه. يعني يسمع التشجيع يقول دي فرقه كسبانه 4. صولات وجولات عن الزمالك وعظمه الزمالك. فين الفانيلا البيضه بتاعتنا؟ ده انت منزل اللعيبه لا انتماء ولا احساس. طب الماتش خلص، في ذكر في النادي فتح بقه ولا الهوا؟ ما كانش فيه احساس. اللعيبه بتلعب ودماغها مش موجوده، اللعيبه مش قابضه، اللعيبه شايفه الكباري اللي بتتعمل، اللعيبه اللي بتروح من ورا لقدام عشان تروح فرق تانية وحد يقبض سمسره ويقبض عموله. كل لعيب دماغته فيها حاجه تانية. لعيب محترم زي زيزو ده انا لو منه قاعد افكر طب انا قاعد ليه؟ انا قاعد عشان مين؟ انا عايز العب في فرقه مقامي، انا عايز العب في فرقه. المطلوب دلوقتي ان الزمالك يبقى زي اي فريق في الدوري في ال 18 فرقه، ما يبقاش بقى حتى ولا الوصيف ولا البعبع ولا الفن. لا انا بقول لحضراتكم احنا رايحين في سكه اللي يروح ما يرجعش. انت عندك قدامك الاهلي عنده الدكه بتاعته بره فيها فرقه تانية. اما كنت بلجنه، انت واخد دوري وكاس وانت بلجنه. لو انت وصلت لحد هنا يا برنس يبقى انت كده كتر الف خيرك قوي. ما تنساش بقى تعمل اشتراك في القناه لو اول ما تشوفها، وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد عن اخبار الكوره في مصر وخاصه النادي الاهلي. وما تنساش تصلي على النبي في التعليقات علشان دي الحسنه اللي هناخدها من الفيديو. كنتم مع توب تيم، سلام.